السلام عليكم. لو حلفت لك وقلت لك والله 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 كنت عارف قبل المباراة لو بيراميدز خسر هيبقى من اسباب الخسارة احمد الشناوي، تقول عليا كذاب. طب لو حلفت لك تاني اللي قلت لك والله انا ناشر بوست قبل الجون التاني بتاع حمدي فتحي، قلت له كتبت كده احمد الشناوي حارس فاشل ومن الحراس اللي بتاخد زاوية لو وصلوا لضربات الجزاء، بعدها ب5 دقايق يجي جول. احمد الشناوي اكذوبة الحراس. احمد الشناوي واخد صيت مش من حقه، كل اعلامي يطلع يقول لك ده حارس موهوب. انا عايز اعرف فين الموهبه؟ ده حارس بيهرب من المباريات، اي ماتش تقيل بيتلكك ويطلع ويعمل نفسه اللي هو متصاب. والله في حراس اقل، يعني ايه، افضل منه بكتير، بس هو رزقه كده، ربنا كاتب له رزق. وده ما يقللش من مكسب النادي الاهلي، لا الاهلي هو اللي كان افضل في المباراه، لكن ده يعني حارس واخد يعني صيت مش من حقه، وده اللي حاجه